السلام عليكم. أكثر منتخب عربي تعرض للظلم والمؤامرات في تاريخ كرة القدم هو المنتخب الجزائري، ويعود ذلك إلى واقعة مؤامرة خيخون الشهيرة في كأس العالم، والتي تعتبر من أكبر الفضائح في تاريخ كرة القدم العالمية. لكن هناك أيضا منتخبات عربية أخرى تعرضت لظلم واضح في بطولات مختلفة، ومن أبرزها: 1. منتخب المغرب، كأس العالم 1998 كما ذكرت سابقا. في المباراة الأخيرة من دور المجموعات فاز المغرب على اسكتلندا بنتيجة 3-0، وكان على وشك التأهل. فجأة حصلت النرويج على ركلة جزاء مشكوك فيها أمام البرازيل في الدقائق الأخيرة، وفازت بنتيجة 2-1، مما أدى إلى خروج المغرب. الحادثة تركت إحساسا قويا بأن هناك اتفاقا ضمنيا بين البرازيل والنرويج لإقصاء المغرب. الثاني، منتخب تونس، كأس العالم 1978. تونس قدمت أداء رائعا، وكانت أول منتخب عربي وإفريقي يفوز بمباراة في كأس العالم بعد هزيمة المكسيك 3-1. في المباراة التالية أمام ألمانيا الغربية تعرض المنتخب التونسي لقرارات تحكيمية مثيرة للجدل حرمتهم من تحقيق الفوز أو حتى التعادل. تونس خرجت من البطولة رغم الأداء المشرف. الثالث، منتخب مصر، كأس العالم 2018. في مباراة مصر وروسيا كان هناك جدل حول الأداء التحكيمي، وهدف مشكوك فيه لروسيا بعد خطأ على حارس مرمى مصر، بالإضافة إلى تعرض محمد صلاح للخشونة في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، ما أثر على جاهزيته لكأس العالم. الرابع، منتخب السعودية، كأس العالم 2002. في مباراة السعودية أمام ألمانيا التي انتهت بنتيجة 8-0، كان هناك قرارات تحكيمية مثيرة للجدل تجاهل فيها الحكم أخطاء واضحة لصالح السعودية. الخلاصة: رغم أن العديد من المنتخبات العربية تعرضت لظلم في بطولات مختلفة، إلا أن مؤامرة خيخون تظل الأبرز والأكثر شهرة كواقعة أثرت بشكل مباشر على فرص منتخب عربي في التأهل للدور الثاني، مما يجعل الجزائر أكثر منتخب عربي تعرض لمؤامرة واضحة في تاريخ المونديال. تفاصيل الواقعة: المنتخب الجزائري. الجزائر قدمت مستوى رائعا في تلك البطولة، وحققت فوزا تاريخيا على ألمانيا الغربية بنتيجة 2-1 في أول مباراة لها، في واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم. في المباراة الثانية خسرت الجزائر أمام النمسا بنتيجة 2-0، لكنها عادت وفازت في المباراة الأخيرة على تشيلي بنتيجة 3-2. بعد نهاية مباريات الجزائر كانت ألمانيا الغربية بحاجة إلى الفوز بفارق هدف واحد فقط على النمسا للتأهل معا وإقصاء الجزائر. ما حدث في المباراة: ألمانيا سجلت هدفا مبكرا في الدقيقة 10، وبعد ذلك توقفت الفرق عن اللعب بشكل فعلي، حيث تبادل الفريقان تمريرات دون محاولة جدية للهجوم. المباراة انتهت بفوز ألمانيا 1-0، وهي النتيجة التي ضمنت تأهل ألمانيا والنمسا معا وخروج الجزائر بشكل ظالم، رغم أنها حققت انتصارين في المجموعة. تداعيات الحادثة: أثارت هذه المباراة غضبا عالميا، ووصفتها الصحافة بوصمة عار. الجماهير في الملعب هتفت ضد الفريقين، ولوحت بالمال في إشارة إلى أن المباراة كانت مرتبة. نتيجة لهذا الحادث قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لاحقا تعديل نظام البطولة، بحيث تلعب مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في نفس التوقيت لتجنب مثل هذه التلاعبات. وفي نهاية المرجو الاشتراك في القناة وضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.